حين تمطر القصائد وتتلاقى القوافي، حين تحلق الأرواح وتنتشي بالنص، حين تفيض بحور الشعر على القلوب، فاعلم أنك في بيت الشعر، بيت تتنغم فيه القوافي وتلتقي فيه الأذواق، في زمن غلبت فيه المادة على الروح وتوارى الإحساس خلف ستار الصمت. نحلق في عالم الجمال من بيت الشعر، من شارقة الأدب والثقافة، من بيت يحتضن الشعر وأهله. السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. باسمي وباسمكم جميعا أتوجه بالشكر لراعي الثقافة والأدب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة رعاه الله، الذي يدعم ويرعى الأدب والثقافة والفن ويشرف شخصياً على الشؤون العلمية والتعليمية في الإمارة. وشكر موصول إلى دائرة الثقافة وبيت الشعر، هذا المنبر والصرح الذي يرعاه الشاعر الأستاذ الدكتور محمد عبد الله البريكي. أمسية شعرية ورحلة إلى عوالم الإبداع والجمال، تلتقي فيها ثلاثة خواص: الأزمنة والأمكنة والأشخاص. أما الزمان فهو وقت تتراقص فيه القوافي، وأما المكان فهو بيت ينسج فيه الشعراء كلاما يليق بإمارة تزدهر بالمراكز والمحافل الثقافية، وأما الأشخاص فهو حضوركم الكريم. ألم تروا أن النبي يمدحكم حين قال: إن من الشعر حكمة وإن من البيان لسحرا؟ وقد امتن الله تعالى على عباده بتعليمهم البيان، فهنيئا لنا بكم. نستهل هذه الأمسية مع شاعر وأديب وأكاديمي من مملكة النشامة، حاصل على دكتوراه في الأدب والنقد بدرجة امتياز، عضو رابطة الكتاب الأردنيين والكتاب العرب، حاز على العديد من الجوائز وشهادات التقدير والدروع، شارك في العديد من المؤتمرات والندوات والبرامج الثقافية الإذاعية والتلفزيونية، وله العديد من المؤلفات والدواوين. نرحب بالشاعر الدكتور محمد الحوراني. تفضل. نبدأ بعتبة. يا عتبة الباب كم غابوا وكم رحلوا، وكم تجلى على ذكراهم الأمل. كانوا وكنا وقد كانت أناملهم تدنو، وتدنو على أعطافها القبل. كنا صغارا نحوك الشمس أشرعة، ونجتني من حقول القمح ما بذلوا، ونستمد من الأيام نكهتها، ونسترد حكاياهم وما عملوا. فليت أن إذا ما أومأت يدهم لرهن إيماءة الأحباب نمتثل. هذه القوافي بباب الدار واقفة، كأنما دارهم من حزنها طلل. أضحت هنالك تخبو مثل أسرجة قد غادروها وما عادوا وما سألوا. أضحت ضفاف شجيرات لها رسموا زهو الحياة، وجفت عندما ذبلوا. يا دار يا دار رفقا بنفس غاب واصلها، وما تزال بنور الوصل تكتحل. يا عتبة الدار كم أضحت بخاطرها ألا تنام، وإن نامت بها المقل. يا عتبة الدار كم عمر سيخذلنا بعد المقام، ونور العمر ينخذل. وكم ستسكن في ذكراك قصتنا، تذر الرياح بقاياها فتنهدل. لا صوت يبقى سوى الجدران نازفة، وموقد النار
إذ تخبو وتشتعل. يا صاحبي إذا عاينتما سبلي، يا صاحبي إذا عاينتما سبلي، قفا هناك فقد ناءت بنا السبل، ولتبكياها فقد غاضت منابعها، وغيمة غيمة فاضت بها المقل. سنين الوهم من وحي ابن زيدون وهو في سجنه. يا ربي رفقا بهذا القلب إن ضاق، أو استدار لجلد الذات إشفاقا، قد راح يطوي سنين الوهم من فرح طي السجل إذا ما رام إطباقا، وراح يبحر في الآلام مفترشا نهرا تعمد بالأحزان دفاقا، علقت فيه قناديلا لأشرعتي فراح يوسعني قتلا وإغراقا، وكنت قبلا إذا ما أومأت كبدي نحو الطريق طوتها النار إحراقا، فكم سمحت لجمر الحب أحمله يكوي الضلوع إذا برد الهوى راقا، وكم رضيت أجاجا في فمي ولهم لم أرض إلا قراح الماء رقراقا، رهن اشتياقي لطيف مر مشتاقا، والآن أبدو إذا ما العمر عاندني، رهن اشتياقي لطيف مر مشتاقا، أبدو ويبدو جناحي فكرة سمحت ألا نكون لطير الحب عشاقا، مري عليه كليل لا تراوده تلك النجوم ولا يزداد إخفاقا، مري عليه كصبح لا تعانده شمس الصباح ولا يزداد إشراقا، مري عليه ففي فرط النوى سعة ألا نكون لعين البعد أحداقا. بقيت قصيدة نغير الإيقاع قليلا وننتقل إلى شعر التفعيلة، وهي قصائد مجموعة من القصائد المختزلة جدا، قصائد قصار. العتمة: في العتمة ينطفئ الناس وأبقى منشغلا بإضاءة روحي، رؤيا بصرية أتأمل صورتها فوق جدار البيت، تتحرك عيناها شفتاها تهمس بي، فأمد يدي يمتد إلى نافذة الصوت مكسورا يهتف إذ يرتد لصورتها الموت. سنة في عمر الورد تطل علي، قلت سترجع لي بعض بياض الثلج وبعض الدفء، وحين تعرت كانت باردة كالثلج ومطفأة كالموت. أسئلة تمتص دمي وتغيب، فتعالي نتسلق شعلة روحي، نسمع وقع الأمس لعل الأرض تجيب. ساحة: جدران نازفة تتبعني، أركض تخذلني قدماي فأسقط منهدما ويلفعني مطر أسود. أسماء محنطة تتراقص في الساحة، ورؤوس فارغة تتعربش أكياس الرمل هناك، ومدائن غرقى وطحالب تنمو وتشكل سقفا للموتى. شكرا. الشاعر الدكتور محمد الحوراني.